السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم تشكيلة الاتحاد أمام سبهان أصفهان في دوري أبطال آسيا في مباريات الأسبوع الثاني، في المباراة التي سوف تجمع الفريقين في إيران على ملعب سبهان أصفهان. وفي هذا الفيديو سنتعرف على تشكيلة الاتحاد، وأيضا سنتعرف على بقية تفاصيل المباراة ومن الخمسة الأجانب الذين سيكونون في تشكيلة الاتحاد. وقبل البداية ادعمونا بلايك الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلكم أحداث وأخبار مباريات الاتحاد أولا بأول. شاركونا توقعاتكم وآراءكم للمباراة في التعليقات أسفل الفيديو. حيث تأتي المباراة ضمن مباريات دوري أبطال آسيا، وستقام على ملعب الزداي، وستكون منقولة عبر شاشة قنوات دوي سبورت آسيا 1 بتعليق أحمد العبدلي، وأس اس سبورت بتعليق فهد العتيبي، وبي سبورت الاتحاد الآسيوي بتعليق حبيب دراجي، علما أن القنوات ستكون مشفرة وليست مفتوحة، حيث ستنطلق صافرة المباراة عند 7 مساء، وذلك بتوقيت مكة المكرمة من مساء الاثنين 2023 شهر 10 يوم 2 من أكتوبر. بينما التشكيل المتوقع للاتحاد في المباراة بقيادة نونو سانتوس سيكون كالتالي: في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، في قلبي الدفاع سيلعب فيليبي، وأيضا بجانبه سيكون أحمد با مسعود وزكريا هوساوي وأيضا مهند الشنقيطي. بينما في الوسط سوف يلعب فابينيو وأيضا كانتي وإيغور كورنادو، ومن سيكون أيضا رومارينيو متواجد. بينما في الهجوم سيكون حمد الله وهارون كامارا، وسيغيب بنزيما عن المباراة. هذه التشكيلة المتوقعة للاتحاد في هذه المباراة. بهذا قد نكون وصلنا النهاية. شاركونا توقعاتكم للمباراة، وأيضا شاركونا بآرائكم للتشكيل في أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.